أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم ممنوع من العرض. الفيلم ده مش عايز أتكلم عليه كتير. الفيلم ده لازم تشوفوه، إجباري تشوفوه. الفيلم يا جماعة ده يعني قالوا إنه ممنوع بأمر من رئيس مبارك مثلا. تابعوه، فيلم روعة 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 فوق الوصف بجد يعني. بتدور احداثه حول بحر اليون الثلاثي وبحر البقر والاطفال اللي ماتوا. وفي طبعا في كذا، يعني عندك احسن دور شفته بجد فعلا فعلا لاحمد بدير هو الدور ده. ابنه مات وواحد جه عشان ياخد بطاقه بين اثار العدوان الثلاثي على المدرسه، ودفنه وقال انا رايح اخد طار ابني من اسرائيل. الفيلم ممتاز جدا جدا، يا ريت تتابعوه بجد والله هيعجبكم جدا جدا. بالاضافه بقى الى قصص الحب الكتير اللي فيه بقى. فوي فيشاوي مع ندى بسيوني. الوجوه الجديده بقى كانت ساعتها وجوه جديده بقى، خالد النبوي ومصطفى شعبان وحجاج عبد العظيم. كل دول كانوا في الفيلم. فيلم تحفه تحفه تحفه. بس للاسف يعني مش عارف في الاخر ليه مضيعين الصوت فيه. آه يا ريت الفيلم ده حد من المسؤولين يعني يظبطه ويظهر للنور، لان الفيلم ده ممتاز جدا جدا جدا، وليس له اي يعني غضاضه ولا اي حاجه. وفخر لينا يعني يعني لمصر، وحاجه كويسه يعني، مش حاجه وحشه. اللي حصل بالظبط فعلا في العدوان، واللي حصل لجولدا مائير وغسان مطب بقى، وجولدا مائير معاه بقى عايده عبد العزيز، هتشوفوا بقى يعني، والعالم الاسرائيلي هو بيتحرق. حاجه تحفه تحفه كده، هتفخر بنفسك وبتفخر بمصريتك وتفخر بوطنيتك وتفخر بالايه، بانك مصري فعلا. طبعا محمود ياسين كان مجسد دور اللي هو الرئيس ساعتها، فهو في الايام في الحرب بعد النكسه. وفيلم من الاخر ممتاز، وشكرا.